بتبدأ الحكاية في وقت الناس فيه كانوا بيصطادوا البوكيمونات بالكور دي، وكانوا بيستغلوا قوتهم وبيدخلوا بيهم في معارك. لكن في يوم من الأيام جه راجل اسمه هوارد كليفورد ومنع كل الكلام ده، وخلى البشر يعيشوا مع البوكيمونات بشكل سلمي وطبيعي جدا في مدينة اسمها رايم. ومش بس كده، ده خلى البوكيمونات كمان تمسك بعض الوظائف في المدينة زي البشر بالظبط، مع العلم برضو ان البوكيمونات دي ليهم لغة خاصة محدش بيفهمها غيرهم. والولد ده اسمه تيم كان مسافر وقتها لمدينة رايم عشان جاله خبر ان باباه هاري اللي شغال ضابط شرطة في المدينة دي مات في حادثة هو والبوكيمون بتاعه. بس تيم لما سمع الخبر ما كانش زعلان ولا حاجة، لانه اصلا كان زعلان من باباه لانه سابه يعيش مع جدته واهتم بشغله اكتر. واللي عمله ده خلى تيم يبقى شخصية وحيدة وكئيبة. وتيم برضه كان عنده بوكيمون زمان، بس البوكيمون بتاعه مات، ومن ساعتها وهو رافض يصاحب بوكيمون تاني. وبعدها لما تيم وصل للمكان اللي كان عايش فيه هاري، لقى بنت جميلة هناك اسمها لوسي، وكان نفسها تبقى مراسلة. ولوسي قالت له ان هاري باباه كان شغال على قضية مهمة جدا، وبعديها على طول عمل حادثة بالعربية ومات. ولوسي كانت شاكة ان دي مش حادثة طبيعية واكيد في حد وراها، بس تيم وقتها طنشها ومشي وسابها لانه ما كانش مهتم اساسا. وبعدها بالليل تيم كان بيدور في البيت ولقى وسط ورق باباه أنبوبة صغيرة، ولما ضغط على الأنبوبة دي طلع له منها غاز يخنق، وكان لون الغاز ده غريب. وبمجرد ما طلع الغاز ده بره الشباك وشوية بوكيمونات شمته، لون عينيهم بدأ يتغير وكأنهم اتحولوا وبقوا أشرار. وبعدها بشوية تيم سمع صوت كركبة في البيت، ولما راح يشوف ايه اللي بيحصل لقى البوكيمون الصغير ده وكان اسمه بيكاتشو. بس وقتها كانوا الاتنين مصدومين لانهم طلعوا عارفين لغة بعض، وفي نفس التوقيت ده هجموا عليهم البوكيمونات اللي كانت بره. فتيم وبيكاتشو اضطروا ان هم يهربوا بسرعة من البيت لحد ما مفعول الغاز يخلص من على البوكيمونات. وفعلا بعدها بشوية المفعول خلص والجو هدي. وفي اليوم اللي بعده تيم قعد مع بيكاتشو عشان يتكلموا، وبنعرف ان بيكاتشو كان هو شريك هاري، بس للأسف كان فاقد الذاكرة ومش فاكر أي حاجة. ولما تيم قال لبيكاتشو ان هاري مات كان مصدوم ومش قادر يصدق. وتيم هو كمان كان مستغرب عشان الناس كانت بتقول ان البوكيمون بتاع هاري مات معاه، فبيكاتشو هو كمان ما كانش عنده إجابات للأسئلة دي. وقرر وقتها هو وتيم انهم يتحدوا مع بعض ويبدأوا يدوروا ويعرفوا ايه اللي حصل لهاري. وأول حاجة عملوها راحوا للوسي عشان تساعدهم او ياخدوا منها اي معلومات. وبمجرد ما تيم وراها الانبوبه اللي فيها الغاز انصدمت وخدته معاها بعيد، وكمان وريته انها لقت زي الانابيب دي كتير، وقالت له انها لقت كل الانابيب دي في مرسى كان موجود فيه هاري قبل ما يموت بفتره. فعلى طول وقتها تيم اخد بيكاتشو وقرروا يروحوا يدوروا في المرسى دي. وبعدها بشوية لما وصلوا للمرسى لقوا هناك بوكيمون غريب بيحرس المكان. والبوكيمون ده كان غريب لأنه مكانش بيتكلم مع البوكيمونات، وكل اللي كان بيعمله كان بيشاور بإيده، وهم بقى يخمنوا هو عايز إيه. وتيم وبيكاتشو بدأوا يتكلموا معاه ويحاولوا يفكوا شفرات إيده، وأخيرا فهموا منه إن هاري راح مكان تاني بعد هنا، وبرضه ما كانش يعرف حاجة عنه. فعلى طول تيم وبيكاتشو راحوا للمكان اللي قال لهم عليه البوكيمون. وهنا بقى ابتدينا ندخل في الجد، لأن المكان اللي هم راحوا له ده المكان اللي بيحصل فيه المعارك بين البوكيمونات، ودي كانت تعتبر حاجة ممنوعة. والغريب بقى ان كان في بنت لابسة نضارة وعلى طول بتراقب تيم، بس ما كانتش دي المشكلة، عشان المشكلة الأكبر ان كان في واحد في المكان ده طلع عارف بيكاتشو، لأن بيكاتشو كسب البوكيمون بتاعه قبل كده. فوقتها الشخص ده طلب من تيم ان هم يعيدوا الماتش بين البوكيمونات بتاعتهم تاني. فتيم ما كانش قدامه حل ومش عارف حتى يتصرف ازاي، فوافق انه يدخل بيكاتشو للمعركة. لكن في المعركة بقى بيكاتشو ما كانش عارف يعمل اي حاجة لانه كان فاقد الذاكرة، وطبعا مش عارف يستخدم قوته ازاي، والبوكيمون اللي قدامه كان خلاص هيخلص عليه. بس تيم ما استحملش يشوفه كده ودخل ووقف المعركة. بس الراجل صاحب البوكيمون نزل برضه واتخانق مع تيم، وفي نهاية المعركة بينهم الراجل ده وقع على الارض، وطلع انه اصلا كان بيغش لانه كان معاه انابيب غاز كتير ووقعوا منه وقتها واتكسروا. ولما الانابيب دي اتكسرت والغاز بدأ ينتشر في المكان كله، البوكيمونات كلها اتحولت وحصلت معارك كبيرة جدا. وبعدها لما مفعول الغاز خلص والوضع هدي، تيم جري بسرعة ولحق بيكاتشو قبل ما يقع على الارض. وشوية الوقت اللي تيم قضاهم مع بيكاتشو حسنت علاقتهم ببعض جدا، وتيم بدأ يتعلق ببيكاتشو.
وبالليل وتيم وبيكاتشو قاعدين بيتكلموا مع بعض، جات لهم البنت اللي كانت بتراقبهم من شوية، وبعدها خدتهم معاها وودتهم عند هاورد كليفورد، والراجل ده اللي حكينا عليه في الأول وقلنا إن هو اللي خلى البشر والبوكيمونات يعيشوا مع بعض في سلام. وهاورد وقتها قال لتيم إن باباه فعلا ما ماتش، وكمان محدش لقى جثته بعد الحادثة، وإن في بوكيمون شرير اسمه ميوتو هو اللي خطفه ومحدش يعرف وداه فين، وكمان هو برضه اللي مسح ذاكرة بيكاتشو. وهاورد قال له كمان إن عنده ابن اسمه روجر بيكره البوكيمونات جدا، وهو برضه اللي صنع الغاز، وأكيد كده هو اللي ورا خطف باباك عشان باباك عرف إن هو شرير وكان خلاص هيفضحه. وبعد لما تيم مشي من عند هاورد، اجتمع هو ولوسي وبيكاتشو وقرروا انهم يكملوا مشوار التحقيق مع بعض عشان يحاولوا ينقذوا هاري. وبعد شوية بحث مع بعض قدروا يوصلوا لمكان كبير شبه المختبر، والمكان ده كان فيه انواع كتيرة من البوكيمونات بيتعمل عليها تجارب، بس اللي ما كانوش يعرفوه وقتها ان روجر حاطط في المكان كله كاميرات وكمان بيراقبهم دلوقتي. ومش بس كده، لا ده خرج عليهم البوكيمونات كلها عشان تهجم عليهم، وحصلت فعلا بينهم معركة كبيرة جدا. وفي نهاية المعركة دي بيكاتشو اتصاب إصابة كبيرة جدا، وتيم حاول يساعده وكان هيموت من القلق والخوف عليه، بس لحسن حظهم في نفس الوقت ده في مجموعة بوكيمونات طيبة جات لهم وخدتهم معاهم لمكان غريب، وفجأة لقوا ميوتو قدامهم. والغريب بقى وقتها إن ميوتو هو اللي عالج بيكاتشو، بس في نفس الوقت ده روجر جه هو كمان، وباستخدام الأجهزة قدر يسيطر على ميوتو وأخده معاه في العربية. وبنكتشف وقتها إن ميوتو أصلا بوكيمون طيب، وروجر هو اللي بيتحكم فيه عشان يستغل قوته ومميزاته. وبعدها على طول تيم رجع المدينة وراح لهاورد عشان يحكي له على كل اللي حصل معاهم. بس المفاجأة الأكبر بقى إن هاورد هو الشرير الكبير، وابنه روجر ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده، وكان ربطه وحبسه في مكتبه. إنما روجر بقى اللي تيم شافه ده كان بوكيمون اسمه ديدو وبيقدر يغير شكله، وهاورد برضه هو اللي بيستخدمه. بس السؤال الأهم بقى دلوقتي، ليه هاورد بيعمل كل ده؟ الإجابة ببساطة لأنه قاعد على كرسي متحرك، والتجارب اللي كان بيعملها في البوكيمونات قدر من خلالها يصنع الجهاز اللي حطه على دماغه ده عشان يتحكم بميوتو وياخد جسمه وقوته ويبقى حر بعدها. ومش بس كده، لا ده من خلال التجارب دي كمان خلى كل الناس اللي في المدينة روحهم وعقلهم يندمجوا مع البوكيمونات بتاعتهم ويبقوا هما الاتنين في جسم واحد، وكمان نشر الغاز بكميات كبيرة جدا في كل مكان. وفي نفس الوقت ده تيم كان بيتخانق مع ديدو، وديدو خلاص كان هيوقعه من فوق المبنى، بس روجر قدر يفك نفسه وضرب ديدو وطيره من المبنى. وفي نفس التوقيت ده بيكاتشو كان بره وبيتخانق مع ميوتو عشان يشتت انتباهه، وكان بيكاتشو بيعمل كده لحد ما تيم يجري على هاورد ويشيل الجهاز من على دماغه عشان يوقف التواصل بينه وبين ميوتو. وفعلا لما تيم عمل كده ميوتو رجع تاني لطبيعته ولحق بيكاتشو قبل ما يقع ويموت. وكمان ميوتو وقف مفعول الغاز وفصل الناس عن البوكيمونات تاني ورجع كل حاجة لطبيعتها. وبنعرف في نهاية الحكاية إن هاري وبيكاتشو لما عملوا حادثة ميوتو فعلا راح لهم، بس عشان كان خايف على هاري إن هاورد يعمل له حاجة سحب روحه وحطها في جسم بيكاتشو. يعني بنفهم من كده إن هاري كان مع تيم طول الفترة دي وعاش معاه كل الأحداث اللي حصلت من خلال بيكاتشو. وبعدها ميوتو رجع هاري لجسمه تاني ورجع برضه الذاكرة لبيكاتشو. ولوسي هي كمان أخيرا حققت حلمها وهتشتغل مراسلة في جريدة كبيرة. وبالنسبة بقى لتيم خلاص كده خلص مهمته وكان هيسافر ويرجع لبلده، بس كان برضه متردد وزعلان جدا، وباباه هو كمان كان فرحان بيه وزعلان انه هيسيبه. بس في النهاية تيم رمى التذكرة وقرر انه ما يسافرش ويعيش مع باباه ويبدأوا صفحة جديدة مع بعض. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.